بص بقى، احنا مش عايزين نعرف، احنا مالناش دعوه بماضي خالص. اكننا بنتعرف عليه من اول وجديد، وده اليوم الاول لينا. مالناش دعوه بماضي المنبر خالص. احنا لينا دعوه بس بالامور ده، ولا لنا دعوه باي حاجه حصلت له زمان. اهم حاجه بدايه جديده. وصفة جميلة هتلاقيها مختلفة عن كل الوصفات التانية. يلا نبتدي. أول حاجة معانا بولة، هننزل بيهم بكمية بصل، حوالي 4 بصلات كبار. 4 بصلات كبار، 2 أبيض و2 أحمر. وهنحط عليهم فلفل زي ما انت عايزة. ده بتاعك انت، يعني فاهمني، حسب الرغبة، لأن الفلفل بيبقى حراق، وانت لو عايزاه مشطشط هتحطي فلفل كتير زي حالاتي كده. كده معانا كمية البصل دي كلها. ومعانا حوالي 3 طماطمات أو 4 مبشورين زي ما انتوا شايفين. ومعانا الكينج بتاع النهارده، ربع كيلو لحمة مفرومة. وده يعني حسب الرغبة، بس احنا هنعملها عظمة، فحطي التركاية دي حلوة قوي. ومعايا معلقتين كبار هريسة حمراء. ودي بردك لو مش عندك الفلفل هيقوم بالواجب، بس الهريسة الحمراء واللي انا بعملها انا تحفة، هتلاقيها في الفيديوهات تحت. تمام، لو عايزين لينك الفيديو الهريسه الحمراء قولوا لي، احط لكم في البايو. هنبتدي دلوقتي زي ما انتم شايفين، هنبتدي نحط التوابل بتاعتنا. التوابل هنا عباره عن معلقه كبيره 7 بهارات، دي نص معلقه، فانا بحط 2. والكينج بتاع الوصفه معلقتين فلفل اسمر، ومعلقه بابريكا، وملح بقى كده حوالي معلقه كبيره برضو. وهنحط الزيت، بصوا قد ايه، فنجان قهوه كده. وهنحط حوالي كده توم، حوالي 4 5 فصوص توم مهروسين. تمام. وهنحط دي سمنة بلدي زي ما انتوا شايفين كده. وهحط عليهم الرز بتاعنا كده اهو. ومعايا طماطم معصورة زي ما انتوا شايفين، انا سبكتها او هي متسبكة جاهزة في التلاجة عندي فسخنتها بس. انتوا ممكن بديل دي 3 معالق صلصة طماطم. هنميكس بقى الكلام ده كله مع بعضه كده لغايه ما تحسي ان هو اتشرب كله من بعضه. تمام. ولازم تخليها، لازم تقلبيها كويس مع بعض، فاهميني. هنا بقى احنا عندنا كيلو ونص ممبار زي ما انتوا شايفين، متنضف وزي الفل. بتنضفيه ازاي؟ هنا هو بيجي لي نضيف جاهز من عند الجزار. انت عايزه تنضفيه، هتجيبي مثلا لو عايزين طريقه التنظيف قولوا لي وانا انزلها لكم في فيديو تاني عشان محتاجه شرح، فالشرح بالايد احسن. دلوقتي احنا معانا ده بعد ما جبته من عند الجزار، نقعته في توابل خشنه. توابل خشنه عباره عن قرنفل، عباره عن حبهان، عباره عن ورق لوري، عن شويه 7 بهارات بس خشنه. وايه، وعصير ليمونتين اهم، حتى رميت القشر فيهم. تمام. وسبتها حوالي 3 ساعات. هتلاقي بصوا مفيش ريحه ممبار اصلا، فاهميني، مفيش ريحه اساسا يعني، حتى ولا حلوه ولا وحشه، فاهميني. فاحنا ايه دلوقتي؟ طبعا احنا الطريقه الجهنميه بتاعتي انا، دي طريقه خاصه بيا انا. انتوا الناس كلها بتحشي الممبار كده. تمام. لا انا هجيب دي. وده بقى ايه؟ دي من الحاجات النينجا اللي في البيت، هعملها كده اهي. هلبسها كويس كده، كويس كده، وهمسك ايدي واعملها كده. تمام. وبص بقى، بص، افضل انزل بقى كده. شوفي بقى انت هتقدري تعملي وانزل من هنا، انزل الممبار من هنا. انت بقى بتتحكمي لو انت عايزه الممباره تخينه او عايزاها الممبار الرفيع. انا بالنسبه لي انا بحبه ايه، الممبار يكون رفيع عشان يبقى تقديمه وشكله ابن ناس. بصوا بقى، بصوا، في ثانيه الا ثانيه اهي. تفضلي بقى على الحال ده اهو، انا معاكم مش بجري الفيديو ولا اي حاجه اهو. اهو. وافضل انزل كده اهو، ثانيه الا ثانيه، ثانيه الا ثانيه. هتعملي الكميه اللي انت عايزاها. داخل عليكي عيد الاضحى بقى، كل سنه وانتم طيبين.
فلازم تبقي شطوره وسريعه. مش قادره تلبسي جلافز بقى، اشتغلي بالمعلقه، فاهميني؟ او احنا عشان ما نبقاش كدابين مع بعض احنا بنشتغل بايدينا، بس الجلافز قدام الكاميرا اهو. وافضلي بقى انزلي، بصي بقى لما تفضلي تنزلي كده وانتي بصي ثانيه الا ثانيه، ولا وقع منك ولا عمل، تفضلي بقى تساوي انتي بقى بعد ما تخلصي هتساويه ميه بتغلي على البوتاجاز زي ما انتم شايفين. شفتوا مرحله الغليان عامله ازاي؟ وهنزل بصلايه وطماطمايه وجزرايه كده وهي في مرحله الغليان. تمام. هنزل بالملح بتاعي، كميه ملح حلوه معقوله، وهنزل بمعلقه كبيره فلفل اسمر، وهستكفي بمعلقه كبيره 7 بهارات. تمام. عندك صلصه، عندك تسبيكه من اللي انت مخزناها في التلاجة، طلعي منها قد كبش زي ده كده، قد المغرب ده كده. وهقلب الكلام ده كله مع بعضه كويس جدا. تمام. وهبتدي انزل بقى. بصوا بقى، هقفل من هنا، هعمل كده اهو، هتربس من هنا وتربس من هنا كده كده اهو زي ما انتم شايفين، وانزل تاني، هتربس من هنا وتربس من هنا وانزل. انا قطعته زي ما انتم شفتوني كده عشان ما يبقاش ايه طويل قوي فما اعرفش اتحكم فيه اهو. هقفله من الجوانب اهو. انزلي بقى ايه بالكميه كلها، بس اهم حاجه تبقي جايبه حله كبيره عشان ما ياخدش منك وقت. الحله الصغيره مش هتاخد منك كميه، الحله الكبيره هتاخد منك الكميه لو انت عامله كميه. في المرحله دي انت ما بتقلبهوش وما بتجيش جنبه خالص لغايه ما يتلم ويخش على سوا، ابتدي عليه جنبه. هو هيقعد قد ايه؟ هتغطي عليه على نار وسط لمده 35 دقيقه او 30 دقيقه. تمام. مسحه زيت صغيره ودخلي على الشوايه وهتاكلي احلى ممبار خفيف حتى في الدسم. بصوا هيطلع تحفه. جربوا الطريقه، ما تنسوش متابعه ولايك وكومنت حلو زيكم.